سناب شاش، كيفكن؟ شو اخباركن جايز؟ اليوم قررت اعمل لكم كوكينج وذ سارة، بس عندي سؤال، بدكن اياها على الصامت مثل اخر مرة ولا الطبيعي اللي بالعادة اعمله؟ وشغلة تانية، اليوم الطبخة رح تكون مفركة فطر، فهي الأكلة كتير سهلة، كتير سهلة، يعني كتير سهلة، اوكي؟ ما أنا معقدة أبدا، ما فيها كتير مكونات، هن يمكن شي 3-4، اوكي؟ بس كتير طيبة، كتير 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 طيبة، فلعشاق الفطر مثلي هاي الوصفة إلكن. اوكي، بالنسبة للبيرسينج في كتير أسئلة اجتني امبارح، فرح جاوب عليها هلا. واحدة منهم قالت لي get the tragus it will look so good on you. التراجس اللي هي بتنحط هون، اوكي؟ للأسف أنا كان كتير نفسي بهاي، بس المكان عندي صغير، إذني صغيرة، فما بتسع، فقالوا لي ما فينا نعمل لك اياها. وكمان كان بدي اللي هون، لحظة، هيك هون، بس كمان ما في مساحة، فعملت هي. رح ضل انوجع سنتين ليه؟ هلا اوكي، انا عاملة هاي زمان من شي 6 سنين 5 سنين، اوكي؟ وقت عملتها لانه على الغضروف فكتير بتطول لتتعافى، وكمان كتير بتوجع، يعني مو انه بتوجع وقت اعملها، لا، هي البروسيس اللي بعد، انه مثلا اي لمسة، اي اذا نمت عليها انه رح احس بشوية وجع، فلانه هي كمان بالغضروف فنفس الشيء، يعني ما رح اقدر نام عليها، اذا لمست رح توجعني، بس يعني هذا الشيء من شخص لشخص، وحسب كيف جسم الشخص اذا بيتعافى بسرعة ولا لا، بس يعني حلو حلو worth it، عادي. beauty is pain، beauty is شو؟ pain. الحلق اللي بالعادة بلبسه طبي، بس امبارح اشتريته الماس، سو هدول وهدول، لانه هدول ابدا ما بشتهون، فخلص جبتهم الماس وريحت راسي. هاي سناب شات، صار وقت نبلش باكلتنا لليوم يلي هي مفركة فطر، اوكي؟ ما بعرف اذا في منكم بيعرفوا الاكلة، بس هي كتير طيبة، واذا بتحبوا الفطر هي الاكلة لإلكن. المكونات كتير كتير بسيطة، اوكي؟ بدنا لحمة مفرومة، اوكي؟ بصل، اوكي، مفروم ناعم، فطر، ولا يصدمكن كمية الفطر لانه هذا الفطر بيدوب، طبعا انا جبت الفطر البني الفريش، اوكي؟ بيدوب تماما يعني، اوكي؟ وطبعا مشان نقلي اللحمة بدنا السمنة والبهارات، هدول الاثنين بس، ملح وفلفل، اوكي؟ اول شي رح بلش بتقلاية اللحمة، تمام؟ خليني اعمل هيك، حبلش بتقلاية اللحمة، فرح نستعمل سمنة، اوكي؟ رح احط تقريبا هالقد، معلقة، اوكي؟ لانه وقت نحط المشروم بدنا اياها تشرب السمنة ويكون في نكهة يعني، اوكي؟ فرح استنى السمنة تدوب وتحمى مشان ننزل اللحمة. اوكي، نزلت اللحمة المفرومة، هلا بس رح افردها شوي، بس ما رح اقلبها ولا شيء، اوكي؟ ونوصت النار شوي، بس لازم اللحمة تنزل على نار حامية، اوكي؟ اللي رح اعمله رح اتركها لتستوي كلها. كيف بعرف انه استوت؟ بصير الحمار بيروح بدون ما اقلبها، الاحمر بيروح وكلها بتصير لون واحد، بعدين هون بقلبها، بعدين بنزل البصل. اوكي، اللحمة صار لونها تمام، اوكي؟ هلا رح بلش اقلب اللحمة كلها مع بعض، وتقريبا صار الاستوى تبع اللحمة نص استوى، فرح نزل البصل المفروم
وقلبهم كلهم مع بعض ليستوي البصل كمان. اوكي، عملت بصلتين صغار على ربع كيلو لحمه. اوكي يا جماعه، اللحمه صارت جاهزه. هلا صار وقت البهارات. مثل ما قلت لكم البهارات اللي رح نستعمله هو الملح والفلفل، فبدنا نزيد ملح، بس بدنا نكتر شوي ملح كمان لانه رح ننزل الفطر فلازم يتنكف. فرح اعمل هيك عليها كلها. اوكي، والفلفل كمان شوي اكسترا فلفل لانه طيبه فيها الحدوديه شوي، وهي النكهه الوحيده اللي رح تنحط يعني. اوكي، قلبها تقليبه كلهم مع بعض، وبعدين رح نزل الفطر. اوكي، نزل الفطر. طبعا لا تخافوا من كميه الفطر لانه رح يدوب. اوكي، الفطر رح يدوب ورح تنزل مي، واذا حسينا انه بدها كمان شويه مي رح استعمل هي. اوكي، نص هاف كب اوكي العيار مشان نضيف مي. هلا بتشوفوا، بس رح اقلبها هلا شوي شوي. اوكي، مع كل شيء مشان تتنكه. اوكي يا جماعه، ليكوا كيف الفطر صار نص يعني داب تماما. اوكي، الفطر بينزل مي، فهذا الشيء اللي نحن بدنا اياه، انه ينزل مي. اذا حسيتوا انه مو كافي فيكم تزيدوا ربع كب من المي. ثواني. اوكي، انا راح زيد ربع كاسه من المي. اوكي، نص كاسه سوري. اوكي، وراح اتركها وراح نوص النار وخليها هيك شي 10 دقائق تتنهنى، وبعدين بتكون الاكله جاهزه. شفتوا قد ايه سهله الاكله، حتى ما فيها كثير مكونات، ما بدها شيء ابدا. وراح احط لكم كل المكونات باخر سناب. هيك بتكون الاكله جاهزه يا جماعه. ميتها كثير منيحه. ميري لا تخبص الاكل، اعطيني مو هاي. بتعرف تعمل الطبخه ولا شيء؟ ليه من الاول كنت انا عملتها. بيبي قول لهم قد ايه سهله الاكله. كثير سهله، شوفوا يا دوب عملت هيك خلصت. اوكي خلاص حاج تقليب. استني شوف استني لسه بدها. استني معاه. والله الاكل خلص. اوكي هلا خلصت. فكر انت اللي عضيتي اصبع، المفروض انا اتوجع مش سنك. لا لانه اجى علي الصوص سخن. اوكي بيه شوي مش هيك لا بالعكس. اوكي بعدين هيك. اوكي عشان ما تزعل الجهتين يعني. لا مشان تبغطيها يعني، هي بتروح لهونيك انت بتروح تشيلي من هون. فهمتي؟ اوكي يعني مش ما اذا عم تهرب عم كلهم عم بيهربوا هيك. فانت شو بتعملي هيك على اساس انه هن عم يجي لهون بتروحي تعملي لها هيك. ضل اعلمكم الطبخ. هلا بتحكيهم هيك شوي عشان شو تاخذي الصوص. اوكي خلص بكفي. بس اني انا حطيت كل شيء الا المرقه يعني. بحط المرقه وبعدين بحط الرجل. شو دخل مين؟ اوكي شو رأيك؟ كثير طيبة. بس في بس بحس انه
مين رز هاي؟ تأليفك الرز؟ لا حبيبي هي هيك الاكله. هي هيك؟ ما في لي خطر لي انه هاي على توست. والله توست محمص هيك كومباتري. هلا في منطق. تحطي لي شيء اسمه فوقها، تحطي لها صوص هيك. ميري عنا توست؟ هاي 7 مرة بسألك تقولي لي لا، انت قلت لي ايه؟ بس لا طيبة والله كثير طيبة. حبيتها كثير طيبة ها؟ ايه طيبة. غيث عن جد جاب توست ومايونيز. عن جد عم تحكي؟ ولا بس فهمنا. شوفي شفت عم شوف. صحن او لا بلاها. مش محمص التوست ميري. كيف يعني هذا مو محمص بيبي؟ محمص. لا والله. شوفي. اوكي شفتي؟ عم شوف. شوفي اوكي شفتي؟ شفتي؟ شفت شوفي ما بدها ملح. او ماي جاد شفتي؟ شفت. مايونيز كثير غريب. تقولي وحام، تقول عم تتوحم. حدوق انا اول عشان لو صار لي شيء. هو راح يصير شيء. طولت كثير. انت تمام؟ والله تقولي وعم تتوحم. ما في غير المرة الحامل بتتوحمك اشياء غريبة. شو رأيك بالموضوع؟ استني ما وصل الطعمة. صار في لاج. ماري من وين جبت التوست؟ من وين جبت التوست؟ صار الحق على التوست هلا؟ اعتقد من التوست. من التوست. اوكي تمام. مو من الخلطة الغريبة اللي مو مفهومة. ماري شو عنا صوصات كمان؟ لا غيث رح تتسمم. لا عن جد عم تحكي؟ شوف البراد شو عنا. طقوس شغلة عاملة. كيف يعني؟ يا الله. ضبي غيث بالرز اطيب صح؟ امانة اليوم. لا مستحيل. والله لا انا شبعت شكرا خلصت نعمة. صحني. لا نعمة. نو انا ما بحب المايونيز. عادي. ما بحب المايونيز وما اشتهيت ابدا. مستحيل. والله لقمة. لا مستحيل عم اقول. والله. ميري؟ اي سوبر ماركت جبت التوست؟ مصر انه التوست